وانت قاعد بتتفرج على صفحات الفيسبوك وبتسكرول على بوستات الكوميكس وبتتفرج على المواقف واخر الاخبار، هل في مرة من المرات جه في بالك هو الانترنت ده عبارة عن ايه او بيشتغل ازاي؟ لو السؤال ده جه في بالك قبل كده خليك معانا لاخر الفيديو، لان هنفهم مع بعض يعني ايه انترنت كأننا بنحكي قصة او قاعدين مع بعض على المصطبة. تخيل معايا كده يا صديقي انك رايح سوق كبير جدا. انت رايح السوق وفي دماغك حاجة معينة عاوز تشتريها او انت رايح تتفرج وخلاص. المهم ان السوق ده كبير جدا، يعني بيحتوي على الاف او ملايين المحلات ديت فيها بضاعة او منتجات انت عاوز تشتري منها منتجات او رايح تتفرج. فانت اول ما تروح السوق ده هنفترض ان في واحد قاعد على اول الناصية كده، ده البص بتاع المكان او ده ابو العريف في السوق ده. يعني انت مثلا هتقول له انا عايز اروح المكان الفلاني، او حتى كمان لو انت مش عارف اسماء المحلات واسماء الاماكن في السوق انت هتقول له انا عاوز اشتري المنتج الفلاني. فالراجل ده هيقوم يقول لك هتدخل الشارع رقم كذا وبعدين تدخل على المحل اللي اسمه كذا واليافطه بتاعته لونها كذا، هتخش على الراجل اللي جوه هتلاقي في الرف اللي فوق او في القسم الاول من المحل المنتج اللي انت عاوزه. فكده الراجل ده عارف كل تفصيلة في السوق، عارف كل محل موجود فين وكل منتج من المنتجات في المحلات موجودة فين بالظبط جوه المحل. طيب دلوقتي بقى ايه علاقة القصة ديت او ايه علاقة انك تروح السوق في مرة بموضوع الانترنت؟ الانترنت هو نفس فكرة السوق اللي انت رحت تشتري منه ده بالظبط. يعني ايه؟ يعني مثلا انت دلوقتي داخل على الانترنت علشان تبحث عن منتج معين او داخل تبحث عن معلومة معينة، المعلومة اللي انت بتبحث عنها ديت هو ده المنتج اللي انت عاوز تشتريه. فيبقى كده المنتج اللي انت عاوز تشتريه هو ده المحتوى الرقمي او الفيديو او الصورة او ايا كان نوعية المعلومة اللي انت بتبحث عنها، هو ده المنتج اللي انت عاوز تشتريه. فطبعا هتدخل لواحد يكون فاهم السوق ده كله وعارف اسماء المحلات وعارف المنتج اللي انت عاوزه موجود فين جوه المحل وتسأله. فمين هو اعلم اهل الارض اللي هو بيبقى عارف كل حاجة في المنتجات بالنسبة للإنترنت؟ هو محرك البحث. ومحركات البحث أشهر حاجة فيها زي ما احنا عارفين جوجل كروم، وفي فايرفوكس ومحركات بحث تانية كتير، بس خلينا مع جوجل. انت تدخل على جوجل دلوقتي، اللي هو الراجل اللي انا قلت لك عليه عارف كل حاجة في السوق وعارف اسماء المحلات وعارف اماكن المنتجات جوه كل محل. فانت هتروح لجوجل وتسأله تقول له انا عاوز كذا كذا، اللي هي المعلومة اللي انت عاوزها، اللي احنا افترضنا من شوية ان هو ده المنتج اللي انت عاوز تشتريه من السوق. يبقى كده الانترنت هو سوق كبير وفي واحد عارف كل حاجة في الانترنت اللي هو محرك البحث جوجل. فانت لما تسأل جوجل هيقول لك هتروح للموقع الفلاني، ولنفترض مثلا موقع اليوتيوب، هيظهر لك مثلا في نتائج البحث كده يوتيوب، واليوتيوب ده لما تضغط عليه يبقى انت كده دخلت جوه الموقع. فانت لما تدخل جوه الموقع وتتفرج على الفيديو اللي انت كنت محتاجه او تعرف المعلومة اللي انت كنت بتدور عليها، يبقى انت كده وصلت للمنتج اللي انت عاوز تشتريه. يبقى هنقول تاني كده بكل بساطة، السوق الكبير اللي فيه المحلات هو ده الانترنت، هي دي شبكة الانترنت. والمحل اللي انت عاوز تشتري منه المنتج بتاعك هو ده الموقع اللي محرك البحث قالك عليه، او جوجل قالك ان هو ده الموقع اللي هتلاقي فيه المعلومة بتاعتك، بل كمان وجاب لك المعلومة نفسها من جوه الموقع. فانت لما بتضغط على اللينك او على نتيجة البحث اللي بتطلع لك بتقوم داخل على طول على مكان معين في الموقع ده اللي فيه الحاجة اللي انت كنت بتبحث عنها. طيب تعالوا نرجع بقى مع بعض كده الاول الفيديو عند البوست بتاع الكوميكس اللي انت كنت بتتفرج عليه على الفيسبوك. انت دلوقتي لما كنت بتبحث عن الكوميكسات جوه موقع الفيسبوك، الموضوع ده كان بيتم ازاي؟ انت كنت بتبحث جوه مثلا يوتيوب او جوجل عن موقع الفيسبوك عشان تعمل عليه تسجيل للدخول. فدلوقتي انت رحت لجوجل اللي هو محرك البحث، فقعد يبحث في شبكة الانترنت الكبيرة اللي هي السوق الكبير ويدور على المحل اللي فيه المنتج اللي انت عاوزه. فانت في البدايه حددت المحل بتاعك اللي هو مثلا الفيسبوك، وبعد ما بتدخل على الفيسبوك وتكتب في السيرش بتاع الفيسبوك على جروبات معينه او البوست بتاع الكوميكس اللي انت كنت بتتفرج عليه في الاول، يبقى انت كده بتحدد منتج معين جوه المحل اللي انت كنت دخلته عشان تشتري منه. المنتج ده هو البوست اللي انت كنت بتتفرج عليه، سواء كان فيديو او صورة او نص، ايا كان ايه هو المحتوى الرقمي اللي جوه الموقع او ايه هو البوست اللي انت اتفرجت عليه،
هو ده المنتج اللي انت كنت عاوزه. ودي هي فكرة الانترنت باختصار شديد. طيب دلوقتي احنا عاوزين نفهم حاجة مهمة جدا، وهي الانترنت ده اصلا شغال ازاي كل ده بيتربط مع بعضه بطريقة سهلة، وازاي بتوصل للمعلومة بالشكل السريع اللي احنا بنشوفه دلوقتي. مجرد ما تكتب في محرك البحث جوجل مثلا الحاجة اللي انت عاوزها، في اقل من ثانية بيجيب لك نتائج بحث بالملايين. فاكرين زمان في الاجازة لما كنا بنروح نسلي وقتنا في السايبر علشان نلعب العاب على الكمبيوتر مع بعض؟ كان في لعبة كده مشهورة من ما بين الشباب كلهم زمان كانوا عارفينها، لعبة ميدل. واللعبة دي في منها ألعاب شبهها كتير دلوقتي. وفكرة اللعبة دي باختصار هي إنك بتبقى بتلعب لعبة حرب مثلا، ومعاك سلاح بتقتل بيه الجنود اللي بتظهر قدامك، وباقي زمايلك موجودين معاك في نفس السايبر اللي انت فيه، كل واحد قاعد على كمبيوتر، والكمبيوترات دي كلها متوصلة مع بعض بأسلاك. فانت تقدر من خلال الكمبيوتر بتاعك تشوف زميلك وهو بيلعب وتقتله، وكذلك تقدروا تشوفوا بعض، كل واحد بيشوف زمايله على الجهاز بتاعه، وفي شبكة متوصلة ما بينكم وبين بعضكم عن طريق الأجهزة اللي انتوا قاعدين عليها، في أسلاك موصلة ما بين كل جهاز والتاني. كان اسمها لعبة الشبكة أو لعبة ميدل اوف هونر لو حد فاكرها. وحتى لو انت اللعبة دي مش عارفها، في أشباه كتير للعبة دي دلوقتي، اللي هي ألعاب بتبقى معتمدة على إنك متوصل ما بين جهازين مع بعض، أيا كان كمبيوتر أو موبايل، المهم إن انتوا قاعدين مع بعض وفي طريقة معينة انتوا موصلين بيها الجهازين ببعض وبتلعبوا اللعبة دي سوا. فاللي انت بتعمله في جهازك أو في الموبايل بتاعك بيظهر أو بيأثر على الموبايل الموجود مع زميلك، في تواصل ما بينكم. والإنترنت هو نفس فكرة اللعبة دي بالظبط، يعني نفس فكرة لعبة الشبكة ديت أو أي لعبة شبهها. الإنترنت نفس الفكرة، هو عبارة عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر اللي متوصلة مع بعض بسلك. هو ده فكرة الإنترنت بكل بساطة. بس طبعا في الواقع الموضوع أكبر من كده بكتير. يعني مثلا اللعبة اللي كنا بنلعبها قبل كده دي اللي هي لعبة الشبكة، كانت مثلا مساحتها قول جيجا، 2 جيجا او اقل من كده، مش فاكر بصراحه، بس هي يعني بتتحسب بالجيجا. الكمبيوتر بتاعنا يقدر يستوعبها ونحملها عليه وتشتغل بدون اي مشكله. انما دلوقتي انت عندك ملايين المواقع اللي موجوده على الانترنت، وكل موقع عليه ملايين الفيديوهات او الصور او المحتوى الرقمي اللي موجود، والملفات سواء PDF او وورد او ايا كان انواع الملفات المختلفه والفيديوهات وكل الكلام ده. يعني في كم ضخم من المعلومات موجود على الانترنت، مش بالجيجا بقى، ده ممكن بملايين التيرا بايت، التيرا اللي هي 1000 جيجا. يعني مفيش كمبيوتر يقدر يستوعب الكميه دي طبعا من المعلومات. فازاي بقى الانترنت في الواقع بيكون متوصل مع بعض بالفكره اللي احنا قلنا عليها، ان هم مجموعه من اجهزه الكمبيوتر متوصله مع بعض؟ هنا بقى هنتكلم عن حاجه اسمها السيرفر. يعني ايه سيرفر؟ السيرفر هو كمبيوتر، ولكن كمبيوتر متطور شويه، يعني اكبر من الكمبيوتر العادي في الامكانيات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السيرفر ده المساحه بتاعته كبيره جدا، ضخمه جدا جدا. السيرفر فيه مساحه كبيره جدا مقارنه بجهاز الكمبيوتر العادي. الكمبيوتر بتاعك فيه حاجه اسمها الهارد ده هو عباره عن المساحه التخزينيه بتاع الكمبيوتر بتاعك. فالسيرفر هو برضو كمبيوتر شغال عادي، بتخزن عليه معلومات وبيتم عليه معالجه المعلومات بطريقه معينه، بس مساحته كبيره جدا. فالمواقع الضخمه الكبيره زي موقع يوتيوب او موقع فيسبوك او موقع الواتساب، كل المواقع الكبيرة ديت بتخزن الداتا أو المعلومات بتاعتها، صور وفيديوهات وملفات وكل الكلام ده بيتم تخزينها في سيرفرات كبيرة جدا. وزي ما قلت لك السيرفر هو فكرته كأنه كمبيوتر، يعتبره كده ان هي وحدة تخزين كبيرة بنخزن جواها المعلومات والبيانات والفيديوهات وكل الحاجات اللي موجودة على النت كلها. وطبعا السيرفرات ديت بتبقى موجودة في المكان اللي الموقع بيكون موجود فيه. يعني مثلا موقع زي فيسبوك او موقع زي واتساب ممكن يكون مثلا موجود في امريكا، يبقى هو في المكان اللي هو موجود فيه في امريكا في مجموعه كبيره جدا من السيرفرات بتحتوي على المعلومات والبيانات اللي بيحتوي عليها الموقع ده. فانت ازاي وانت قاعد هنا مثلا في مصر او في اي دوله عربيه بتقدر توصل للسيرفرات اللي موجوده هناك في امريكا بالسرعه الكبيره اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ وده عباره عن توصيلات زي ما قلت لك من شويه ما بين اجهزه الكمبيوتر، بس ده بقى بشكل كبير. يعني انت مثلا الواي فاي اللي عندك في البيت، جهاز الواي فاي اللي انت موصل منه الانترنت ده كده بيوصلك لشبكة الانترنت الداخلية اللي عندك في البيت، والشبكة دي بتوصل لشبكة تانية بتغذيها أكبر منها، والشبكة اللي أكبر منها بتوصل لشبكة أكبر وأكبر، وفي سلسلة من الشبكات بتوصل لبعضها لحد ما يبقى في شبكة رئيسية في جمهورية مصر مثلا أو في أي دولة عربية بتغذي الدولة كلها. وما بين كل دولة والتانية في كابلات ضخمة بتعدي من تحت البحار أو من تحت الأرض، دي بتوصل شبكة الإنترنت بتاعت الدولة كلها بدولة تانية. وهكذا جميع قارات العالم أو جميع دول العالم
متوصله مع بعض عن طريق كابلات كبيره جدا بتتصنع بطريقه معينه مخصصه للموضوع ده علشان سرعه النقل وتستوعب المحتوى او كميه البيانات اللي بتتنقل عليها، وبتكون موجوده غالبا تحت قاع البحر او تحت الارض، بيتم وضعها بطريقه معينه، ومهندسين الاتصالات هم يفهموا في الموضوع ده اكتر مننا. المهم ان الكابلات ديت هي وسيله التواصل ما بين الدول وبعضها، يبقى كده الكره الارضيه كلها، العالم كله متوصل مع بعضه بكابلات بتمشي تحت الارض. الكابل بيوصل ما بين كل دوله والتانيه، والدولة نفسها برضو فيها توصيلات من المصدر الرئيسي للشبكة يفرع لمصادر أصغر منه لحد ما يوصل للواي فاي الصغير اللي موجود عندك في البيت. يبقى بالطريقة دي انت وانت قاعد في بيتك مجرد ما تدخل على الانترنت يبقى انت متوصل بجميع انحاء العالم بالتوصيلات دي. يبقى اللي احنا نفهمه من كده ان الانترنت مش حاجة موجودة في مكان معين او هي حاجة لها اسم كده. حتى كلمة انترنت، كلمة نت يعني شبكة، يعني ترجمة كلمة نت في الانجليزي يعني شبكة، يعني ده مجرد مسمى للفكرة بتاعة توصيل جميع الأجهزة في العالم ببعض. فالإنترنت هو مش حاجة موجودة في مكان معين وبتوصل للناس كلها، لا، فكرة الإنترنت إن هو حاجة بتوصل ما بين أجهزة الكمبيوتر في العالم كله. يعني مثلا أنت لما بتبعت رسالة لواحد زميلك على الواتساب تقول له عندنا حجز كورة، انت دلوقتي بتكتب رساله على الموبايل وتقوم باعت، فهي بتوصل لزميلك في نفس اللحظه اللي انت بعت فيها لو هو متصل بالانترنت. عاوزين نشوف كده بقى الرساله ديت بتمشي ازاي وايه اللي بيحصل لها لحد ما توصل لشبكه الانترنت وبعدين تروح لزميلك اللي هو ممكن يكون في الشارع اللي جنبك. المهم ان انت دلوقتي كتبت الرساله على تطبيق الواتساب اللي هو متوصل بموقع واتساب، وزي ما قلنا في الاول ان الانترنت عباره عن مجموعه من المواقع، سواء كان الموقع ده على شكل تطبيق عندك على الموبايل زي الواتس او الفيس او ايا كان التطبيق اللي انت بتستخدمه، هو في النهايه مربوط بموقع. لازم اي حاجه بتستخدم فيها الانترنت لازم تكون مربوطه بموقع، لان الموقع ده بيكون عنده سيرفرات زي ما قلنا بيتخزن عليها المحتوى اللي انت بتتعامل عليه على الموقع ده. فانت دلوقتي تطبيق الواتساب اللي عندك على الموبايل مربوط بموقع واتساب، فانت هتبعت الرساله من خلال التطبيق، يعني كانك كتبت الرساله ديت ورفعتها على موقع الواتساب. فالموقع هياخد الرسالة ديت منك ازاي؟ اول حاجة الرسالة هتروح لجهاز الراوتر اللي عندك في البيت اللي هو بيغذي الموبايل بتاعك بالانترنت او الجهاز الواي فاي، وبعدين ينقلها للشبكة اللي اكبر منها زي ما قلنا من شوية، والشبكة دي تنقل الرسالة للشبكة اللي اكبر منها وهكذا لحد ما توصل للشبكة الرئيسية في الدولة اللي انت فيها. وبعدين الرسالة دي تنتقل عن طريق الكابلات اللي ماشية تحت البحر او الكابلات اللي ماشية تحت الارض وبتوصل شبكة الانترنت ما بين الدولة اللي انت فيها وامريكا مثلا اللي هي موجود فيها السيرفرات بتاعة موقع واتساب. وبعد كده الرسالة تروح على السيرفرات اللي هناك اللي هي الكمبيوترات الضخمة الكبيرة اللي الموقع بيحتوي على مجموعة كبيرة منها اللي عليها الرسائل والفيديوهات والصور اللي بتتبعت ما بين الناس. فالرسالة بتاعتك الجميلة الصغيرة ديت اللي ممكن تكون في سطر واحد هتروح هناك على السيرفرات، وبعدين السيرفر هناك هيحدد بطريقة برمجية معينة ان انت كنت باعت الرسالة ديت على رقم واحد تاني موجود في مكان تاني. فدلوقتي الرسالة هتطلع من السيرفر وبعدين تنتقل بنفس الطريقة في الكابلات بتاعة الانترنت وترجع لدولتك تاني وتنزل في الشبكة الرئيسية وتغذي للشبكة الفرعية، وبعدين تروح للراوتر بتاع زميلك في بيته، وبعدين زميلك يجيله اشعار صغنن كده على الموبايل ان في حجز كورة، فيدخل يجهز الشنطة بتاعته والكاوتش واللازم منه علشان يلحق يسخن وينزل الماتش. فدلوقتي مجرد رسالة صغيرة زي دي ما خدتش ثانية واحدة وصلت لزميلك، وزي ما انت شايف الرسالة سافرت قارات ودول ورجعت له تاني في أقل من ثانية، وده لأن الإنترنت في نقل المعلومات سريع جدا جدا أكتر مما تتصور. يبقى باختصار الإنترنت هو عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من أجهزة الكمبيوتر متوصلة مع بعض بطريقة معينة زي ما احنا شرحنا خلال الفيديو. وبس كده يا صديقي، الموضوع بسيط جدا. وطبعا لو استفدت اي معلومة من الفيديو ده ما تنساش تشيره لاصحابك علشان الفايدة تعم على الجميع. ولو عجبك محتوى الفيديو وعاوز تعرف اكتر عن مفاهيم تكنولوجية بطريقة بسيطة جدا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد الاسبوع القادم بإذن الله.